مقتل الشاب مرسال عدروس في تعز اليمن وأسباب مقتله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. ملخص ما حدث: 2 صغار تقريبا من 10 سنين ل14 سنة اتخانقوا على لعبة في الحارة التي تم فيها القتل. مرسال سلك بين الأطفال وبعض. قام واحد ذهب إلى أبوه جه ومعه مسلحين، وشال الآلي من المسلحين وضرب مرسال، وقبل أن يقتله كان مرسال يتفاداه بأن لا يقتله، فقام بقتله وصوب على قلبه، وتم القبض على القاتل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم من كل ظالم في كل مكان. اللهم أمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يرحمه ويغفر له ويرزق أهله وذويه الصبر والسلوان. مقتل الشاب مرسال عدروس ومقتل الشاب عبد الحفيظ أنور الذي تم حرقه من قبل أصدقائه حسب ما ذكرت بعض المصادر. إنا لله وإنا إليه راجعون. مقتل الشاب مرسال عدروس على يد مسلح في حارة الدار ببير باشا وسط مدينة تعز.